الشطه المصري ضد الشطه الكوري. طبعا المصري معروف انه حراق ومشطش، بس لما يدخل تحدي مع الكوري اللي هم اصلا ملوك الاندومي 3 اكس، لا ده فيديو جحيم والله. يكون اكسبلور. يلا نبدا التحدي. هريسه شطه من وادي فود سعرها 23 جنيه. ريحه فلفل جبار. بص كميه الفلفل، انت هتاكلها سكه منجوجو على حساب شويه بطاطس. بسم الله. يا نهار شطه، هم طوروا من نفسهم. انا دوقتها قبل كده كانت مملحه بزياده، دلوقتي طعم الخل والملح مظبوط، والشطه الليفل السحاب قريبه جدا من هاينز. كوري الجاحد. بصوا شكل قرن الفلفل عامل ازاي، ملوش ضمير. يا نهار الوان. انتوا ايه مفهومكم عن الهريسه؟ هنا بنهزر. شويه فلفل احمر مهروسين، لمحه خل. لكن ايه السواد ده بقى؟ بص شكلها البطاطسيه عامل ازاي. ايه ده؟ تحس ان البطاطسيه اتعورت مني. يا عم عامل لي فيها السبع رجاله. استنى بس كده، اصبر. هو انت اول ما بتاكلها تحس بطعم الخل، طعم الفلفل الاحمر. لحد هنا امان. ابلع بقى، تحس ان في نار هنا. غبي قوي. يعني مين يكسب في التحدي ده منجوم؟ لو بنتكلم مين مشطشط اكتر، الكوري. او بنتكلم مين عاقل وطعمه احلى ارخص بكتير، المصري يكسب. بس سؤال للناس اللي بتحب الشطه، هو الكوري يستاهل يدفع فيه 197 جنيه؟ خلينا في الايجيبشن الطيب. السؤال التاني، يا ترى شايف الفرق اللي بين الصورتين دول ولا مش هتعرف تجيبه زي كل مره؟ معلش افتح لي الفيديو تاني. هو انا بعد ما قفلت قريت الكلمه دي، قال لك الروح اقل من 2%. اللي فاهم لازم يفهمني في الكومنتات.